السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية. شهر 8، وما هو شهر 8 الزحمة بعد الثانوية العامة، وكل مصر هنا في اسكندرية. البحر ده هنا يا جماعة جزيرة الدهب والبروفاج ومحمود سعيد. الدخول هنا ب25 جنيه. قدام شارع 45 وابن الوليد وميامي ونفق السادات. يا جماعة الشقق هنا بصوا الأسعار. أنا سألت سماسرة دلوقتي حالا النهاردة. الشوارع الجانبية ممكن 700 600 كده. الشوارع بقى الرئيسية دي تبدأ من 1000 جنيه لحد وانت طالع بقى حسب الشقة وحسب ايه إمكانياتها. تكييف من غير تكييف، مراوح، بص على البحر، بص جانبية. كل حاجة ولها سعر، كل شقة ولها سعرها. السماسرة قاعدين كتير جدا على قمة ناصية الشوارع. هتلاقي كتير كده عند 45 وعند ابن الوليد، أو معظم الشارع يعني من أول ابن الوليد كده لحد المنظرة. هتلاقي سماسرة كده إيه، هتلاقي على كل إما سنتر قاعد. أنت بقى فرقك على الشقة اللي أنت عايزها. لو عايز على البحر على طول لها سعر طبعا، عايز جانبي لها سعر، التكييف لها سعر، مروحة لها سعر، حسب السراير، حسب الثلاجة، غسالة، تلفزيون، كل حاجة ولها سعرها. يعني كده من أول 500 لحد إيه 1000 2000 3000 زي ما أنت إيه، زي ما أنت عايز يعني. كل حاجة ولها سعرها. بس ده بجزيرة الدهب ب25 جنيه. يافطة بين جزيرة الدهب 25، تاخد كرسي وشمسية وترابيزة. تاخد ايه تاني معاك، وخلع ملابس وحمامات. نضيف صح، حلو مش وحش يعني، وسعره معقول. 25 جنيه سعره معقول. وكمان ممكن تركب من رمسيس تنزل هنا على طول، يعني ايه مفيش يعني تاخد من رمسيس على طول، او موقف بتاع هو عند بتاع الكبده دوت، او من اي حته يعني ينزلك هنا ميامي. اقول له ايه عايز ميامي بحر، ما تنزلش بحطة مصر، ما تنزلش كده اي حته في سيدي جابر، انزل هنا على طول. قول له ايه تركب ايه ميامي بحر على طول. هي تقريبا موجود طول الصيف يعني ميامي بحر، السنه موجود ميامي بحر ده. تركب رمسيس ميامي بحر على طول. لو انت جاي بعربيتك تطلع من الدولي، تنزل على ايه على ميامي كده شارع 45 على طول، هيجيب لك المنطقه هنا. مش زحم يعني ايه، ومعقول يعني. هو زحمه جدا الجمعه يعني خميس وجمعه يبقى زحمه جدا. النهارده زحمه برضه، مش فاضي يعني. بصوا شقه جميله على البحر. انت تاخد بقى شقه ايه، خليك في الادوار العليا، تتفرج على البحر كده ايه لحد ايطاليا. الشقه هنا جميله جدا ومتوضبه وفيها كل الامكانيات. سهله المواصلات، هتنزل محطه الرمل، عايز تروح المعموره، عايز تروح محطه مصر، اي حاجه سهله. مشروع على البحر كدهوت، لو الميكروباص ده او الاجره اسمها مشروع في اسكندريه عندنا. وبرضه هنا في كل اكل، في فتح الله عندك اهوت، عايز تشتري اي حاجه، في قهاوي، في كافيتريات، كل حاجه موجوده عندنا في اسكندريه. في برضه مجموعه كبيره من الفنادق. انت بس ايه لو عايز تيجي لو لوحدك او مع عيلتك، قبل ما تيجي طبعا تتفق وتحجز كده ايه في الفندق، عشان طبعا يبقى ايه ممكن تلاقيش مكان في الفندق يعني. انما الشقق في كتير جدا. الشقق ابن الوليد، وعندك من لحد ميامي، العصافره، المنظره، كل ابو قير، حتى كل المعموره، المنتزه، كذا في الشقق. معموره فيها شقق شاليهات وفلل يعني. كل حاجه موجوده في اسكندريه يا جماعه. الناس كلها بتيجي هنا ميامي لان هنا اسعار رخيصه شويه، والبحر رخيص برضو. فكل حاجه هنا موجوده هنا يا جماعه. الجو النهارده حلو برضو، يعني حر سنه كده، بس الهواء ملطف الدنيا يعني.
طبعا بقى هنا غير الساحل طبعا، ماليش دعوه بالساحل، الساحل ده ليه ناسه وميامي ليها ناس تانية، يعني هنا ليها ناسها وميامي ليها ناسها وعلمين ليها ناسها ومطروح ليها ناسها، كل حته هنا برضه رخيصه يعني. انت لو جاي في مشروع من رمسيس هتيجي هنا على طول، هتنزل هنا ب 25 جنيه. الشقه برضه معقوله ب 500 ب 600 1000 يعني 2000 برضه ايه، مش غاليه. مطروح غاليه جدا الصراحه. هنا يعني الميه طبعا غير مطروح، مطروح الميه احلى، بس هنا برضه ايه على قد الايد يعني. قراي الشرشابي كل حاجه وليها برضو ايه يعني ايه مميزاتها وعيوبها. هنا على قدنا كده يعني ايه، اكل على القد والسكن على القد والبحور على القد. البحور هنا يا جماعه بتبدا من 300 جنيه لحد 5 جنيه، وفي مجانا كمان. عايز تاخد مجانا بقى خالص انزل ابو العباس وبحري. في جليم ب 5 جنيه، المندره في ب 100 وفي ب 25 وفي ب 20 وفي ب 25 برضه وفي ب 15. ستانلي ب 25، السلسله ب 15، الشاطبي ب 200. في هنا برضو في اكوا بارك على البحر، اللي بيحب الاكوا بارك في اكوا بارك العصافره برضو الدخول 100 جنيه، والاكوا 150 جنيه ساعتين. فكله موجود يعني، اطلب تلاقي. ده شارع 45 يا جماعه ان شاء الله. محطه مترو ميامي هتكون في المنطقه دي. هنا محطة مترو ميامي اخر يعني السنة الجاية ان شاء الله اللي هيجي يركب المترو ينزل هنا على طول. ده اخر شارع في محطة مترو ميامي، شارع 45 ان شاء الله يعني. السنة الجاية نركب بقى المترو من هنا ان شاء الله، مش من هنا قوي يعني، جوه شوية كده. في برضه ملعب راكت وكورة، اللي عايز يلعب راكت اوريه لكم. في ملعب راكت يا جماعه اهو، تقريبا ب 20 جنيه الساعه، حاجه كده اجر بالساعه تقريبا، او ب 10 جنيه حاجه زي كده، بس ظريف برضه. عايز يلعب راكت بقى، عايز يلعب كوره، عايز يلعب اي حاجه هنا يعني. بصوا ملاعب، بحر، شقق، اكل، كل حاجه موجوده. شويه هوا يردوا الروح، اصل جمال جدا. علم مصر مترفرف يا رب دايما يا رب. شوفوا يا شباب وشرفونا في اسكندريه ان شاء الله. اللي عايز اي حاجه يكتب لي في التعليقات وارد عليه ان شاء الله على اي حاجه في اسكندريه. يروح فين، يستحمى فين، ينزل فين، احسن بحر ايه في اسكندريه. اي حد عايز اي معلومه عن اسكندريه يا جماعه يقول لي في التعليقات وارد عليه ان شاء الله ان شاء الله. لو نسيت حاجه قولوا لي ايه، اقول لكم في التعليقات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى الشير واللايك والسبسكرايب والاشتراك وشير لاصحابنا كده اللي بيحبوا اسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.